السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مرة سمعت إن تقويم الأسنان صعب وإنه مفيش حالة فيه شبه التانية؟ أو كم مرة شفت دكاترة خدت كورسات أو دخلت برامج تعليمية في تقويم الأسنان ولسه تايهة وبتواجه حالات كتير لسه ما بيعرفوش يتعاملوا معاها؟ تعرف السبب إيه؟ السبب باختصار إن تقويم الأسنان ما بتتعاملش فيه مع مشكلة لها صورة واضحة وصريحة في تشخيصها أو علاجها. يعني لو بصيت لشغلك اليومي كطبيب أسنان هتلاقي الحالة بتيجي بتشخصها، مثلا هتحتاج حشو أو تركيبات أو أيا كان الإجراء اللي هتحتاجه، كل حاجة منهم له خطواته اللي لو أتقنتها هتعمل شغلك بشكل احترافي مظبوط، على عكس تقويم الاسنان اللي بتتعامل فيه مع مشكله ملهاش صوره واضحه. المشكله دي هي المال اوكلوجن، وكلنا عارفين ان المال اوكلوجن هو في الاصل مش ديزيز ولكنه فاريشن من نورمال اوكلوجن. الفاريشن ده فعلا هيخلي كل حاله هتجيلك مش شبه الثانيه، وده اللي بيسبب تشتت كتير للدكاتره في شغل التقويم. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ ببساطة ان تقويم الاسنان نخليه مقارب لاي تخصص تاني في طب الاسنان، بمعنى يكون في خطوات تمشي عليها تساعدك انك انت تشخص الحالة وتوصل للخطة العلاجية الصحيحة. طب الخطوات دي نجيبها منين؟ هو ده اللي وفرناه لك في الكورس اللي انا جاي اكلمك عنه، الكورس اللي سميناه 6 keys for solving malocclusion. الكورس ده هنتكلم فيه في تقويم الاسنان بشكل مختلف تماما. يعني الحالة بتجيلك زيها زي أي حالة تانية بتتعامل معاها في طب الأسنان، هتمشي على خطوات هتوصلك للتشخيص الخطة العلاجية الصحيحة بإذن الله. طب السؤال هنا، هل لازم أكون عارف تقويم أسنان عشان أحضر الكورس ده؟ الإجابة لأ، لأن الكورس عبارة عن 2 موديولز. الموديول الأول في كل البيزكس الخاصة بتقويم الأسنان، والموديول الثاني وده اللي بيميز الكورس بتاعنا عن أي كورس تاني هيناقش ال 6 keys for solving malocclusion.